بسم الله الرحمن الرحيم. وفي السماء رزقكم وما توعدون. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة العبد الحائر المحتاج الذي ضج من كل ضيق وحرج ولجأ إلى باب الكريم ففتحت له أبواب الفرج وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب الشفيع الرؤوف الرحيم الذي أخبر عن ربه إن لله تعالى في كل نفس 100,000 فرج قريب وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وروح الأرواح وسر بقائها وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد واغشه اللهم بنورك كما غشيته سحابة التجليات الإلهية فنظر إلى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي عزه من كل سوء. اللهم فرج كربي كما وعدت أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عنه الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وارزقنا النظر إلى جماله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة ساعة مع نور. قناة ساعة مع نور قناة شاملة مميزة تشمل السياسة والترفيه والدين وكل ما يخص المجتمع وأخبار عاجلة، وقناة تعتمد في فيديوهات الرئيسية على فيديوهات مميزة للدكتور مبروك عطية وللشيخ رمضان عبد المعز والدكتورة نادية عمارة والدكتورة سعاد صالح والدكتور توفيق عكاشة والمستشار مرتضى منصور وفيديوهات لأسامة منير والدكتورة هبة وفي فيديوهات مفاجأة هتعرفوها أول ما تنزل على القناة. ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. زر الجرس ده مهم انكم تفعلوه عشان يجيلكم اشعار بالفيديوهات اللي بتنزل على القناة، واتمنى دعمكم وشكرا لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اعزائي المشاهدين زي ما تعودنا بنعلق على الفيديو الاول بعد كده بنشوف الفيديو بالكامل. موقف محرج المنتصرة بسبب سؤالها والدكتور مبروك عطية يحرجها وينفعل عليها. انت عايزة تتجوزي عشان ترقصي خايبة فاشلة؟
طبعا هتعرفوا ليه قال لها كده. انا ليا تعقيب على الفيديو. احنا لازم نحسن اختيار الزوج الاول عشان ما نندمش بعد كده ونتعرض للطلاق والكلام ده. كل واحد طبعا عليه، يعني الشاب عايز يفرح ويتجوز، والبنت عايزة تفرح وتتجوز وكل حاجة، بس الاختيار السليم بيريح طول العمر. فلازم نحسن اختيارنا في الجواز عشان ما نتعرضش لما تعرضت ليه المتصلة. شكرا لحسن المتابعة. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تاني منى يا منى، يلا يا منى. ها، السلام عليكم. وعليكم السلام ستي. ازي حضرتك يا دكتور؟ ربنا يسترك يا منى. ربنا يخليك. انا بس عندي مشكلة حضرتك. الو، انا سامعك يا منى. ماشي. انا عندي مشكلة، انا مطلقة بقالي اقل من سنة. معاك عيال؟ معايا فاطمة ويوسف. واتطلقتي كم مرة يا بنت؟ انا اتطلقت منه مرتين، يعني في واحدة فرصة. لا بس انا خلاص الحياة وانت لو رجعت هتطلقي بعد اسبوع. انا ضد الفكر. بدام واحد طلق مرتين التالتة جاية. مفيش كلام يا حبيبتي. العيب انت، العيب هو. كملي يا بابا، قولي. انا حضرتك دلوقتي معايا بنتي وابني. بنتي عندها 13 سنة وابني عنده 9 سنين. فالمشكلة بقى عندي انا ان انا دلوقتي مش لاقيه مكان اقعد فيه، واهلي مش طايقني انا وولادي، واضطريت هو يجيب البيت طبعا يا حبيبتي. هو يجيب البيت حضانة، يجيب شقة لولاده. مش راضي خالص. محكمة حبيبتي تخليكي. مش عايز نصبر شوية عند أهلك لما يفهموا دين ربنا. وهو عنده أنا اللي بدفع لهم، يعني ربنا يقويه. لا انت ما تدفعيش ولا حاجة. انت تدفعي في حالة واحدة، انك تلاقي الدنيا قدامك بقت صفر والراجل راح معتقل او اتقطع 60 حتة تحت نوري. لكن طول ما النوري مقطع 60 حتة وهو بيجيب السيجارة وسجر، لازم المحكمة تسجنه وتطلع منه نفع من حباب عينه. وده في الأم المجلد الخامس على ايدك الشمال للإمام الشافعي. فيش فايدة بالنسبة للنفع. النسوان أصلها مضروبة ودماغها تافهة وعقلها تافه ودينها تعبان وكلها متشرحة وقليلة الدين والتدبر وحاجة. أرجوك يا ضنايا، أرجوك يا ضنايا، يا ضنايا، انتوا بتتجوزوا غلط وبتعيشوا غلط وبتطلعوا غلط وبتموتوا غلط. نصلح لله. اللي تتجوز راجل لما يحبها يكرمها، لما يطلعها ما يظلمهاش. من غير ده يا بنتي مش عايزين. انتوا عايزين ترقصوا، صدقوني انا بشوف انا ناس بيدعوني في كتب الكتاب. زي سعد بيه عباس كده لما دعاني في كتب كتاب ابنه، بس محدش قام رقص. هي الشهادة لله يعني، ويرقصوا حلال بقى. بس انا زي سعد عباس كده اخويا لما يدعيني في كتب كتاب بنته بس ولا ابنه، مجرد ما اقول وبارك لهما
وبارك فيهما. بتيجي البيت اللي لابسه الفستان هي نفسها مستنيه اللحظه دي ترقص. يا ربنا. اسكتي اسكتي ثانيه، انا ما بطولش، هي ثانيه. فانتوا ضيعتوا الدين والدنيا. اصرف انا بقى، اتطلقت اصرف، لا هو اللي يصرف. اعيش معاه اصرف، لا هو اللي يصرف. امال انا ايه؟ مش فاهمه حاجه. ما هو انا لو فاهمه حاجه كان ممكن اعمل كده لله. ده لو انا زينب مرات ابن مسعود صاحيه من النوم عايزه تتصدق، فقال لها عليا يا زيزي هات الصدقه دي ليا. قالت له الله، اسال النبي الاول عليه الصلاه والسلام. راحت سالت النبي قال لها اديله. فدي واحده صاحيه من النوم تتصدق مش على جوزها، على مساكين. طلع لجوزها ممكن صدقه مش زكاه، مش زكاه، صدقه. تصدقت. انت هتتصدقي؟ لا، انت بتعالجي اخطائك وخيبتك وفشلك. المسلمين بقول لكم قسما بالله احنا محرومين من جمال ديننا، ديننا يعني. بس ما تصرفيش يا اختي، هو اللي يصرف يا القاضي يحبسه بس. وبالتالي حتى بقول نصيحة للجمعيات الخيرية اللي انا يشرفني ان انا مشرف على الوجوه الناظرة فيها، ولكل الدولة ولكل الناس ولكل الخيرين. يعني ايه تطلع زكاة لمطلقة جوزها نطع يقدر يفتح 4 بيوت بس ما بيديهاش؟ وانا مالي، ما يديها. انا اشوف اللي ملهاش بعل ماتوا، كلهم ماتوا، ما معهاش شهادة، ما بتشتغلش، انما ادي الزكاة لمطلقة سايبة جوزها او طليقها يرتع ويلعب واسيب الارامل واليتامى والمساكين، ده دين؟ لا مش دين. سلفها ممكن لغايه لما المحكمه تحكم عليه. لا تعالى ما اديك قرض يا بنت.